22,000 يورو للساعة. تخيل معايا 22,000 يورو للساعة، يعني 22 مليون سنتيم مغربية. واش الوداد تقدر على رونالدو أو لا؟ ويقدر يطلب كثر. يا رونالدو يا كريستيانو يا كبير، هدف للتاريخ يا كاتب التاريخ، لا تغلق الصفحات يا كاتب التاريخ، عنوان الورقة مجرم في تاريخ كرة القدم. يعطونها الوقت الكافي، المخرج يأتي باللقطات. يا له من ديربي، انظر إلى المشهد، انظر إلى اللقطة، انظر إلى الصورة، زلزال، أمواج، بركان، سميها ما شئت، كراكاج، أغاني، انفجار، تنظيم، تقسيم، هندسة، رسمة، الله على لوحة، على إعلان، على لدينا مباراة هذه الصورة نعم، هذا يحدث في ديربي كازابلانكا، وليس في البومبانيرا، وليس في أمريكا الجنوبية، وليس في نهائي ليبرتادورس، وليس في نهائي دوري أبطال أوروبا. رفيق لايف. حدث الساعة والخبر اللي دار ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة اللي هو صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو والانضمام ديالو لنادي الوداد الرياضي. كيف ما كتسمع، أسطورة رونالدو وما أدراك ما رونالدو. واش هادشي بصح أو لا فيك؟ حنا غنشوفوه في الأيام المقبلة إن شاء الله، وكنتمنوا يكون بصح. يعني هذه حاجة إيجابية للمغرب والنادي الوداد بصفة خاصة والجميع المغاربة بصفة عامة. حاجة وحدة اللي هي التدوينة ديال صحيفة ماركا اللي هو مصدر موثوق علمناش باللي دخول نادي الوداد إلى الخط من أجل ضم رونالدو إلى صفوفها. وحتى من الباج الرسمية ديال الوداد في الانستغرام دارت واحد التلميح، وكيف ما كنقولوا باللي معناش تقدر تجيب رونالدو. حتى من تونيات انتشروا في الأحياء ديال كازا وفي المتاجر في الأسواق بسمية رونالدو في التوني ديال الوداد. هادشي جا من بعد عدم فوز رونالدو بدوري ابطال اسيا والبطوله ديال الدوري السعودي، واللي كيخلي اللاعب راكم عارفين هو مولوع بتحطيم ارقام وشغوف كيف ما عرفتوا بانه قريب الحدث ديال كاس العالم للانديه وهو طموح باش يشارك. والوداد بطبيعه الحال من ضمن الانديه اللي غتشارك في كاس العالم للانديه، وهذا الشيء اللي كيخلي الاحتمال كبير فوق 50% بانه يقدر ينضم للوداد. ولكن كيف ما كتعرفوا رونالدو ماشي شي حاجه زعما شي لعاب من امريكا اللاتينيه او من تركيا او من الدرجه الثانيه ديال الدوري الانجليزي او ابراهيم دياز ولا شي اونطوني ولا شي لعاب. راكم فاهمين يعني رونالدو راه ماشي شي حاجه عاديه زعما هادي راه عمرها ما وقعت في تاريخ المغرب او لا شي تاريخ ديال شي نادي من المغرب. كما كتعرفوا كيجيبوا الافارقه البرازيليين، يعني قليل كيجيبوا شي لعاب من اوروبا، فهمت؟
هذه من جهه. ومن جهه اخرى تخيلوا معايا الكم الهائل ديال الجمهور اللي غيحضر الملعب كيفاش غيتبنى. يعني خاصو ملعب كبير غير اللي هو بوحدو باش الا جا زعما كان داكشي رسمي، خاصو يعني ملعب كبير. ما تصوروش العشاق ديال رونالدو واخا يكونوا بارسا هو راه غادي يجيو يتفرجوا، راه ما كاينش الحلم ديالو اللي باغي يشوف رونالدو قدام عينيه في التيران، باش نكونوا واقعيين. وكما كتعرفوا عنده لي فان من جميع العالم، يعني راه بنادم يقدر يجي من قاره اخرى يجي يتفرج فيه في المغرب. كما كتشوفوا دابا في السعوديه اغلبيه كيمشيو من دول بعيده كيجيو يتفرجوا في السعوديه. وهذا الشيء يعني حاجه ايجابيه، سواء كان بصح سواء كان فيك. يعني من ناحيه التسويقيه راه مزيان، انتشر السميه ديال الوداد وتعرف اكثر. وإلا كان بصح داكشي اللي بغينا زعما راه فريمون شي حاجه طوب، يعني شي حاجه مانيفيك. اي واحد كيتمنى واي مغربي كيتمنى يشوف رونالدو قدام عينيه. وحاجه وحده اخرى، واش نادي الوداد الرياضي يقدر على رونالدو ماديا؟ هذه هي اهم حاجه. كما كتعرفوا رونالدو، او كمعلومه، رونالدو كيتقاضى براتب حوالي 183 مليون يورو سنويا. هادشي لا يشمل المكافآت، يعني 15 مليون يورو شهريا. ولا حولنا النهار تعطينا 550 ألف يورو يوميا. هادشي ولا حولنا الساعة تعطينا 22 ألف يورو للساعة. تخيل معايا 22 ألف يورو للساعة، يعني 22 مليون سنتيم مغربية. واش الوداد تقدر على رونالدو أو لا؟ ويقدر يطلب كثر. واحد الناحيه اخرى رونالدو بدا كيكبر في لاج، يعني عارف شو راه دابا عنده 40 عام، ولكن تبارك الله راه بحال يلاه عنده 28 سنه. يعني السيد خدام على راسو من ناحيه الفيزيك، من ناحيه لونطريمون، من ناحيه لا ديسيبلين. والارقام ديالو واخا كبير في لاج كيماركي كيعطي لي زاسيست، يعني الدور ديالو مقدمو في التيران على اكمل وجه. وكنتمنى والله يكون هذا الخبر صحيح الصراحه، يعني دير ضجه وبالبال في العالم كامل، يعني داخل وخارج المغرب كلشي كيدوي عليه واش يقدر ينضم للوداد الى اخره. اغلبيه الانديه اللي مشاركين في كاس العالم الانديه كيتضاربوا باش يجيبوا رونالدو، والوداد واش تقدر عليه ولا لا. وكنتمنى هذا الخبر يكون بصح. وما تنساوش تخليو الراي ديالكم في الكومونتير وتحفزونا بالجيم، وما تنساوش ابوني كتحفيز لنا على هاد المجهودات. وان شاء الله الايام المقبله نسمعوا شي خبر اللي غيفرح جميع المغاربه بصفه عامه ان شاء الله.